محمد عبد الله محمد الخولاني. والدي دخل شراكة مع واحد اسمه تاجر حق شقق، تاجر شقق اسمه محمد علي السياني في سنة 2020. والأرضية إذا هي قريبة هنا جنب أرضية الكويت، على شارعين وأرضية كبيرة 60 لبنة. فدخلنا معه شراكة على أساس أنه يبني أبراج وإحنا بالأرض وهو بالعمل، وأن نتوزع الأرباح 50 ب50%. فيما يعني وصلنا في شوية غرماء مشاكل في الأرض ما عرفوش لا يحلها بي ولا محمد علي ما رضيوش هذا. فمشيت ما خلوناش سمحوا لنا المحكمة أن احنا نعمر. فجلسنا سنتين. فالوالد تعب مرض وكذا واحتاج زلط. وبعدها محمد علي السياني جاء عند الوالد قال يا عم عبد الله ايش رايك نبيع الارض وتخرج لك منها وخلاص ومدري ما وكذا كذا. قال لها بي يلا تمام هات لي زلط اصير اتعالج مدري ما. ادى له 200,000 دولار وباعها ب1,500,000 دولار. استلم 1,200,000 ادى للوالد منها 200,000 دولار، وعلى اساس يخصم الذي عند الوالد تقريبا 100,000 دولار. والمهم اخذ الزلط محمد علي. الوالد سافر يتعالج، توفى الوالد الله يرحمه. رجعنا بقينا بعد الموت اجتمعنا الورثة نلاحق محمد علي السياني. فبدا يعني زعما تقول لي ما طلنا. قلنا له هات الفلوس. قال ما بيجوز فلوس، انا ادي لكم شقق، ادي لكم اراضي، ادي لكم كذا مدري ما وكذا كذا كذا. فاحنا والورثة تقسمنا. خواتي فعلا لهن وكيل ازواجهن، اخي وامي قالوا يصيروا يتابعوا السياني ما يشتوش اراضي وهذا. بقيت انا وحدي. فصرت لعند محمد علي ادي لي زلط، ادي لي كذا، ادي لي كذا، يعني مماطله ما قدرت اخذ منه حاجه. وبعدين صرت لعند محمد بن خالي وقلت له يا اخي انا اشتي اخرج زلطي من السياني. قال لي تعال بعرفك على واحد يعني قوي وبيتصل للسياني وبيضغط عليه وبيخرج حقك. فقلت له من هو؟ قال لي مصطفى المومري. فرحنا للمكتب لعند مصطفى المومري ودخلنا لعنده وجلسنا وشرحنا لمصطفى المومري ايش مشكلتي مع السياني. فقال لي ولا يهمك انا بتصل للسياني واضغط عليه واهدده انه بعمل لك اذا ما ادش حقك بسوي لك فيديو بنشرها بافضحك بسوي لك كذا كذا. فالسياني تجاوب افتجع من الفيديوهات والانترنت هذه والفضايح وحقه حق المشاغل واجى. فدخلنا في حوارات ونقاشات وكذا. ولما تمينا في الموضوع وقد احنا يعني شبه سدين، رجع بعدين مصطفى قال لي انا اشتي حقي، فرضها علي فرض اشتي 20,000 دولار يعني، وخلاني اعمل له سند. وعملت له سند وتمينا. انا محمد علي السياني صاحب مؤسسه محمد بن علي للاستثمارات العقاريه. فجاه تلقيت اتصال من الاخ مصطفى المومري حول موضوع محمد عبد الله الخولاني. فقلت له يعني مشان اظل الحق ولا المبلغ انه عند فاروق الجابري مشروع عندي، وقلت ما فصل احنا محمد الخولاني ولا بحق الله المستعان. يعني قال طلب مني انه يعني نلتقي احنا وايه ونفصل موضوع الخولاني. قلت له على طول ما باي خلاف. وقام تهديدي واستفزازي انه يعني يقرح ضماري في يومين، وانا خفت على سمعتي واضطريت ان انا اتخارج معه. ويعني اضطرينا يعني انه ماسك علي يعني ان احنا تخارجنا باربع شقق بسعر 350,000 دولار، وهي سعر العماره 540,000 دولار تحت الضغط والكره. واضطرينا نحن نسلمه للاخ محمد الخولاني، وماسك علي لحتى اليوم شقه الدبلوكس ب 150,000 دولار، وطلب مني سعاية 20,000 دولار لحتى اليوم، وطلب مني مبلغ 1,500,000 يخرج السحولي ما خرجش لليوم، ومبلغ 1,500,000 لحتى اليوم لم يخرجوا من الشقه الى يومنا هذا. وطالب الجهه المعنيه بانصافي بالمبلغ 70,000 دولار في سعر الشقق، والشقة اللي ماسكها الآن الأخ مصطفى المومري وتسليمها لنا، وإلغاء 20,000 دولار اللي بيستفزها مننا يعني استفزاز. ولكم الشكر والتقدير. بداية الموضوع موضوع قضيتنا الذي هي الجامعة العربية للعلوم التقنية، غلقتها الوزارة في 7/2022. فدخلنا محاكم ودخلنا هذا. فصرت لعند حمود المصباحي الشيء التقي يرتب لي نلتقي مع مصطفى المومري على مد يحل اشكاليتنا او يخليها راي عام على مد تحتل ساعه قضيه مستشفى الثوره، ساعه القضايا الثانيه ان تتحول قضيه راي عام
ونحتل ان شاء الله. اهم شيء صرت لعنده، وصلنا لعند حمود، فكان طلب مني 10,000 دولار. انا كان قصدي انه يعني بيحلوا الاشكاليه منهم او بيحلوا الاشكاليات، او اهم شيء طلب مني 10,000 دولار وكان مبلغ مهول. فقلت له تمام انا بكلم الوالد وارجع انبيك. فكلمت الوالد، فتواصلت بحمود، قلت له يا حمود معايا 2000 دولار ما قدرت ادفعها الا هي. تواصل بأحمد شاكر وقال لي الجامعة مغلقة، نشتي ما بالله توصل لمصطفى. ليش ليش؟ يوصلها رأي عام. قال وصل صوتنا أهم شيء فيديو ضخم. قلت له على طول يا أحمد. طبعا الاتفاق يعني في البداية قلنا له 10,000 دولار، تمام. هذا قبل ما أدري أني جامعة وأنه رأي عام وأنه مغلقة. أهم شيء قلت له 10,000، ما وصلت له أنا رأسا. هو فعل لي رسالة قال لي المبلغ مهول، احنا عندي 2000 دولار. قلت له وين أنت نلتقي ونتكلم؟ طبعا هو صاحبي ومن الحارة ونلتقي واصل. صرت التقيت أنا في الزراعة. قلت له أول شيء يا أحمد أشتي أوراق وإثباتات، يعني بحيث أنه مصطفى يبصرهن ويتأكد، بعدين نقدر نجي نصور. قال لي أشتي صيغة الفيديو تجي للجامعة وتفعلوا مقابلة مع أبي عادي. قلت له على طول عليك الله أمور، تمام. قلت له لكن خليها 3000. قال أنا شبصر أبي. قلت له أنا شبصر مصطفى. فلو ما أجي أدخل في هذا الموضوع حق وباطل، أراسل ذيه الذي هو على باطل، وبعد ما تأكد أتصل له يعني صح من هدده تعال ولا والله لا أفعل، أفجعه يقرب ما منجيش يعني هو على حق واجي أهدده ولا. فعلشان يقرب ونحل الموضوع بدون أي فيديو وبدون أي يعني قضية نحلها من تحت لا تحت، ويقع لي يعني زلط مثلا أجر وأجره. ومع ذلك هذا الشيء هو غلط، مع هذا كله هذا الشيء هو غلط، لأننا لا أنا قسم ولا نيابة ولا محكمة ولا لي في هذا السوق أنا يعني تمثيل وكوميديا. وهذا الفيديو حق المسؤولين الذي قلت فيهم من يعني أنهم عيال زنا، لأنه يا أخي كنت قبل الفيديو منسق أنه على الجنوب، وارجع أذكر حكومة صنعاء، فيعني خرجت عن النص، خرجت ما دريت الله وقد أنا هانا يعني من هري. وأنا في الفيديو منفعل على الفيديو هذا كالسع من كلم نفسي مالك، خرجت عن النص وقلت خليها قديم من الله مكلم نفسي قلت والله خلي وكملت ونزلت الفيديو. يعني ساعة لي عماني الباري يقول ادخل بيت خالك. الله قلت لك السبب اننا غلط في غلط، هذا السبب انه انا استعجلت وغلطت واسأت وسبيت ولعنت وقذفت، كله غلط في غلط من نفسي، ما حد قال لي او دهدهني او حرضني، وضك الله شاهد من فوق 7 سماء. يعني هكذا يا اخي بنقول لك الباري يشتيح بسني الباري خاطئ في الفيديو هذا 1,000,000 تريليون بالمية خاطئ، لأنه قلت لك قذفت قلت عيال زنا يا أخي، سارق هذا يتحاسب على سرقته، بس عيال زنا قذف للأم وللأب للذي دخلت فيه يعني قذف هذا قذف. موضوع أن الفيديوهات أنا أعترف والكاميرا أمامي وأعترف أن به فيديوهات طعنت الدولة في ظهرها، صح؟ به فيديوهات فيديو استغلها العدو، صح؟ يعني كيف أقول لك، إحنا كنا نبث يا أخي السلبية، كنا نبث أي شيء سلبي نندع فيديو، أي حاجة سلبية. القضايا الذي وقع لي زلط منه جد أهالي الحيفي 800,000 مليون، غير اللي رسالة سرق 200,000 رسالة يعني لكل اليوتيوب أو يعني يخليه في مجاله لا ينحرف ولا يلف ولا يدور ولا له دخل في قضايا 2 تصايحوا و2 تضاربوا و2 لا يدخل في هذا السوق ولا له به دولة وبه جهات مختصة، وهو لا له دخل ولا له يعني. وكل مشهور يعني لا يستغل شهرته في انه يرعب الناس او يخوفهم او يهددهم او يدخل في قضايا
يحلها ويستغل شهرته ويخوف الناس، تعالوا ولا شفعل ولا شو اسوي. فبه جهات مختصة وبه دولة وكل واحد يخلي في مجاله. كنت اشتي اخرج من نطاق ان احمد حجر هذا زباج. فحين الناس عاملين حسابهم كلهم. فحين لو ما حكي اي شخص اقول له انا ماجستير، انت مدري معك ثانويه ما مش معك ثانويه. يعني واحد من الخبره وريته الصدق شاهدي عامل حسابهم احمد حجر هذا مهرج زباج. فانا اشتي اخرج من الموضوع زباج، اظهر شخصيه احمد حجر للناس، لان في ناس انتقدوني كثير. كنت اجلس اضحك وازبج ويقول يا اخي سخرها واعمل بها فيديوهات وناقش قضايا وعالشها باسلوب كوميدي ساخر. فانا كنت اشتي اظهر للناس من هو احمد حجر فقط لا غير. يعني يعرفوني الناس وتحصل ويدق علي مثلا شهري. خرج احمد حجر من يعني زي ما نقول البدايه الذي بداها اني غير زفجه، اني غير ضحكه، اني غير كذا تطورت الى ان خلاص احمد حجر شفت انا في الساحه قد به المومري، قد بكذا قد بكذا قد به. فهمت كيف؟ لو ما احمد حجر بيشوف هذا الاشخاص بيتاثر نوعا ما اتخيل انت احمد حجر وهؤلاء بيناقشون مواضيع كبار كذا هكذا. انا بيجي لك بكل وضوح. حتى مثلا المومري وغيره بصير فيديوهاتي وانا بصير فيديوهاتهم، وكل واحد الشيء يقع افضل من الثاني، كل واحد الشيء يقع ركز افضل من الثاني وهو غلط. موضوع الفيديو حق احمد حجر الذي نزله وقال ان الناس بيخرجوا ميدان السبعين بالغصب وبيخرجوا في المولد النبوي بزغلط، الفيديو هذا اوجعني، انا اوتجعت من الفيديو هذا. الفيديو هذا انا اخطأت فيه واسأت على انصار الله. في بعض الناس مستائين من انصار الله، وانا لما ذكرت انصار الله انا ما كنت اشتي اعمم. انا اتهمتهم غلط. حكايه مثلا انهم بيخرجوا فعاليات وبيخرجوا مسيرات ويفصلوا الموظفين وبالغصب، هذا كلام كله فاضي. هذا كلام كله فاضي. وانهم مشهم هم الذي مثلا قطعوا مستحقات الناس ورواتب الناس والعدوان. موقفي من احمد علا، وانا يعني اول ما قلته انه مع حساب انا ما صدقت تماما ولا كنت اصدق. يعني لو تزرط المصحف ما صدقت الا لو ما اعترف لي بلسانه. وانا متغدى انا وياه وعاد انا من شل الرز هكذا اشتاكل، قال الصدق انا الحساب حكي امانه اني كنت ارقل. حكك كيف حكك؟ يعني ما توقعت منه تماما لو ما اعترف. ولا كنت اقول انه قد بتلفقوا له هكذا ولا هكذا وعتلفقوا لي. لو ما اعترف قال الصدق وحكي امانه انا كنت ابشره وافتجع. طبعا انا لدي حساب في تويتر باسم يمني حر، انشاته قبل حوالي 2.5 هكذا في 2020. طبعا كانت نظرتي سيئة ومش فاهم طبعا للأمانة عن أنصار الله وكذا. فكنت أنا أهاجمهم في منشوراتي أو التغريدات عفوا، يعني كنت أهاجمهم في التغريدات، وتغريدة مثبتة يعني قلت فيها هذا الحساب حسابي الجديد يعني للأحرار الوطنيين ضد الحوثي، وكانت تغريدة مثبتة. وكنت أقوم بمهاجمة أنصار الله بالتغريدات، يعني كنت أهاجمهم ومش فاهم دورهم للوطن ودفاعهم عن الوطن. يعني ما كنتش فاهم أيش الدور الذي بيقوموا به. كنت أحسبهم أنهم ناس عنصريين وأنهم ما يحبون إلا أنفسهم وأن لهم دعم خارجي وكذا. للأمانة يعني فأنا محرج من كل تغريدة كتبتها، محرج جدا لما أنا أشوف الآن التغريدات تبعي وأتذكر يعني إيش بيقوموا به وإيش بيعملوا بعد ما راجعت يعني الكثير من الأشياء اللي قاموا بها. الآن أنا محرج حتى يعني لا أستطيع أن يعني أرد عندما يسأل الواحد، أشعر بالخجل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.